السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة بتاعتنا النهاردة من المنيا، من بني مزار، من بيت محمد رجب ومراته إيمان. اللي حصل هنا الاتنين متجوزين، ولكن حصل بينهم خلاف. طبيعي جدا ان اي اتنين متجوزين بيحصل بينهم خلاف. محدش متجوز ابدا في الدنيا ما حصلش خلاف ما بين الزوج والزوجة. ولكن هنا بيختلف طبعا عن الزوج والزوجة. لما بيكون الزوج بقى فيه شدة وفيه قسوة زيادة ويضرب يشتم، بتاخد بعضها الزوجة هنا وبتغضب وبتروح عند اهلها. وحصلت بدل المرة اتنين وتلاتة واربعة، والله اعلم حصل قد ايه. وكان في كل مرة هو بيحاول ان هو يرجعها، يحاول يتصل بيها، يكلم اي حد عشان خاطر يعني يتوسط في الموضوع ان هي ترجع. ولكن في المرة الاخيرة هي صممت خلاص وقالت انا مش راجعة البيت تاني ومش هرجع لك تاني. طبعا هو يرجع من الشغل يلاقي طبعا كأنه عايش في زريبة. الشقة طبعا مكركبة، مفيش أكل، الغسيل مفيش حد بيغسل له، فعرف قيمتها. فهنا بدأ إن هو يكلم أختها ويقول لها يعني أنا مش قادر أعيش من غيرها، أنا بحبها، يا ريت تخليها ترجع. قولي لها يعني ترجع اللي هي في دماغها، اللي في دماغها دوت. ولكن هنا أختها قالت له أنا هكلمها وهعمل اللي عليا، لأن هي النبات يا محمد غضبانة جامد ومش عايزة إن هي ترجع لك خالص. مش عارف أنت عملت معاها إيه. هنا هو طبعا بدأ يكلم أختها ويستسمحها ويقول لها طب خلاص كلميها وعرفيها إن أنا يعني مش هعمل كده تاني. المهم كلمتها وهي قالت لها من رابع المستحيلات إن أنا أرجع له تاني، الراجل ده خلاص لازم يكون في طلاق بيننا، أنا مش هرجع له تاني أبدا. هنا أختها بلغته وقالت له الكلام دوت. هو بقى إزاي؟ لا مش معقولة، إيه اللي أنت بتقوليه دوت؟ قالت له والله يا محمد هي اللي قالت لي كده، وهي مش عايزة إن هي ترجع لك وخلاص يا محمد، زي ما دخلنا بالمعروف يا ابني نخرج بالمعروف. قال لها لا كده لغايه كده ما ينفعش، انا مش هسكت. قالت له مش هتسكت، هتعمل ايه يعني يا محمد؟ ده بيتنا بيت رجاله، يعني ما تفتكرش ان حد هيسكت لك لو انت عملت اي حاجه. عيب اللي انت بتقوله ده. قال لها انا بقول لك انا عايزها ترجع، ولو ما رجعتش انا هتصرف وانا هعمل وانا هسوي. قالت له يا ابن الحلال زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وهي مش عايزاك ولا عايزه تعيش معاك كده. طيب ايه يعني هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجة يا ستي خلاص. المهم محمد عمل ايه؟ خد البندقية بتاعته وراح معمرها وشد الأجزاء ومخبيها تحت الجلابية، وخد بعضه وراح عند بيت إيمان واستناها لما تنزل. ولما نزلت للأسف كانت معاها أختها على حظها السيء. الاتنين مع بعض راح موقفهم في الشارع. ايه يا امان هانم مش ناوية ترجعي بيتك؟ قالت له لا مش هرجع البيت، ومن رابع المستحيلات ان انا ارجع لك تاني، والذل اللي انا شايفاه معاك وقلة الادب اللي انا شايفاها منك انا مش هرجع لك تاني. يا بنت الحلال اهدي يا بنت الحلال. ما قالت له مش هرجع لك تاني. فراحت الاخت وقالت له يا ابن الحلال ما قلنا خلاص بقى، هي مش ناوية ترجع لك، نعمل ايه طب يعني؟ ما قلت لك زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، ما ديك شايف اهو. قال لها كده طب ماشي. قلت له طب ماشي ايه يعني هتعمل ايه؟ قال لها هوريكي هعمل ايه. وراح هوب راح مطلع البندقيه وراح هوب مفرغ في اختها خمس ست رصاصات، وفي ايمان كمان خمس ست رصاصات، وراح موقعهم الاتنين على الارض طبعا ميتين، وخد بعضه وجري واستخبى في الزراعات. هنا على طول الناس اتلمت والاجهزه الامنيه جت وخدوا البنتين على المشرحة. وشوف بقى يعني لما البنتين كده يبقى من أسرة واحدة والأب والأم المكلومين يمشوا في الجنازة ورا الاتنين في خشبتين مع بعض كده ويدفنوهم الاتنين مع بعض، حاجة صعبة جدا ربنا ما يكتبها على حد طبعا. الأجهزة الأمنية طبعا جابوه لأن هو الواقعة الناس حكوا عنها وقالوا إن إحنا شفناه وخفنا إن إحنا نقرب منه لأن هو كان معاه الآلي، يعني لو حد فينا قرب منه هيفرخ فينا. هنا على طول تم القبض على محمد. عملت كده ليه؟ قال له يا باشا ما كانتش عايزه ترجع لي وحاولت معاها بدل المره اتنين وتلاته وعشره ومش عايزه ترجع. طب وقتلت اختها ليه؟ قال له عشان اختها كانت في صفها ومعاها ومش عايزه ان هي تصلح بينا وتقول لي معروف ومش معروف. رحت مخلص عليهم الاتنين وتم القبض على محمد اللي ضيع نفسه وضيع البنتين اللي هي مراته واخت مراته. ليه ده كله؟ عشان خاطر ايه؟ النهايات اخلاق يا عم محمد، النهايات اخلاق. يعني انت دلوقتي
اتجوزتها وكنت بتحبها وهي غضبت، واستنى عليها واصبر، ما تبقاش كده يعني للدرجة ديت. قالت لك طلقني والحياة مستحيلة، خلاص كرامتك يا عم الحلال وطلقها، يعني هتعيش معاها غصب عنها. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.